اسمي صالح عبد الظاهر، اسمي الحركي رهات حسكة. عمر مواليد 69. دارس للبكالوريا العلمي. نحن 10 أفراد الأسرة. طبعا أنا ساكن في قرية اسمها تل الورد، تبعد عن الحسكة شي 60 كيلومتر. كانت ولادتي بهالقرية. خلال طبعا تفتحنا على تجربتنا بعد مضي 7 سنوات. دخلنا الابتدائي في مدرسة طينية في نفس القرية. قضينا فترة الابتدائي بنفس المدرسة، رقم ظروف طبعا عائلية كانت صعبة جدا. كهرباء ما كانت في موجودة بالقرية، طبعا هذه أحد مقومات الحياة، مي وكهرباء. طبعا كنا ندبر حياتنا بصعوبة جدا، معتمدين بالدرجة الأولى على تربية الثروة الحيوانية وعلى تربية على الفلاحة، على الزراعة يعني. بعد طبعا ما قضيت فترة الابتدائية في هاي المدرسة، انتقلت إلى فترة الإعدادي في مدرسة في قرية اسمها أبو راسين. هاي القرية تبعد 5 كيلومتر عن قريتنا. طبعا كنا نقضي وقت الدراسة كلها مشي، كانت مي متوفرة عندنا ولا شيء للدراسة يعني كنا معتمدين بشكل رسمي على الإمكانيات المتوفرة المتواضعة. يعني كان بالليل طبعا دراسة شبه مستحيلة يعني. بعد ما قضينا فترة الإعدادي وهي 3 سنوات بتلك المدرسة، طبعا هاي المدرسة كانت خليط من مجموعة جنسيات، كانت فيها طبعا عرب وأكراد وطبعا فترة الإعدادي كانت فترة جيدة جدا. طبعا أنا خلصت بال 84 بكالوريا. طبعا كان عندي تطلع أني أدخل الجامعة، لكن نتيجة الظروف المادية اللي كانت مسيطرة على العائلة وقفت تعليمي باتجاه الجامعة يعني. بعدها طبعا كنت أمارس الشغل اللي كان يشتغله أبوي، وهي الزراعة يعني. طبعا زراعة بإمكانيات تعبانة جدا، يعني ما كانت تتأمن لنا أقل مقومات الحياة. بقى هذا الحكي لسنة 88. بعدها التحقت بخدمة الإجباري تبع الجيش. طبعا الجيش معاناة بحد ذاته، كل شيء خدم بالجيش يعرف شو معنات معاناة الجيش يعني. الجيش كان وقتها يعني أكل مو متوفر بشكل صحيح، حريات معدومة بالمطلق، يعني كثير معاناة عانينا فيها. كنا طبعا نعتمد على المصروف الشخصي اللي كانوا يبعثوه لنا أهلنا طبعا، وهو مصروف متواضع يعني الحد الأدنى من المعيشة. طبعا أنا خلصنا الجيش بالتسعينات، فترة التسعينات خلصنا من الجيش. بعد الجيش طبعا فترة طويلة طبعا بعد الجيش مارسنا شغلنا بالزراعة. هذا الحراك بلش نهاية 2010 وبداية 2011. طبعا حلم أكثر السوريين بالتغيير الحقيقي طبعا، مو حلم السوريين بالفوضى طبعا، الفوضى العارمة اللي عاشتها سوريا بهذه الفترة. طبعا أنا من أول الناس اللي انخرطوا بالحركة. كنت رافض كل الطروحات من قبل كل الفصائل اللي تقدمت باتجاه البلد. الفكر الوحيد اللي تقبلناه هو فكر وحدات حماية الشعب بالبداية. بعدها رفاقنا عينوني قاضي محكمة الشعب. أسست محكمة تل تمرة بداية 2012.
طبعا تعبنا كثير لبين ما أسسنا المحكمة، لبين ما عدنا ثقة الناس بالمحاكم تبعنا، تعبنا كثير. بقيت سنتين قاضي بمحكمة الشعب. خلال هالفترة بالسنتين القاضي طبعا حاولنا جاهدين، رغم أنه أنا ماني دارس قانون، أنا تحصيلي العلمي كان بكالوريا. خلال فترة السنتين بالقضاء حاولنا جاهدين أن نحقق شيء من العدالة الاجتماعية للناس، وطبعا الحمد لله قدرنا ننجح بهذه الفترة. اضطريت أن أقدم استقالتي من القضاء، طبعا بنقاشات مع الرفاق، أنه يعني خيروني الرفاق أنه أي مؤسسة مثلا بدك تروح عليها. طبعا أنا اخترت الأكاديمية العسكرية. طبعا أنا كان عندي طموح مني، كنت طالب بكالوريا أني أكون عسكري. لما كنت طالب بكالوريا كنت أطمح أني أكون عسكري في صفوف الجيش، لكن بعد ما رحنا على الجيش تحطمت كل هذه المعنويات. التحقت بالأكاديمية العسكرية بعام 2014، أكاديمية الشهيد خبات بتل تمر. الدورة كانت 45 شخص. طبعا أنا كنت إداري بالدورة وقتها، من بدايتها إداري بالدورة، لكن في متدربين يعني. طبعا بالدورة شفنا دروس سياسية. طبعا الدروس السياسية اللي شفناها بالدورة طبعا دروس مختلفة يعني، فكريا في حرية بالطرح، يعني في حرية بالمناقشة. طبعا هاي الدورة السياسية كانوا في أكاديميين كانوا يجونا من وقت لآخر يعني يعطونا الدروس السياسية. طبعا فهمونا وفهموا الناس أنه الاعتماد على القاعدة الشعبية هو أساس حركتنا من بداية الدورة، أنه القاعدة الشعبية هي أساس بناء حركتنا. يعني نحن مو جايين نتسلط، احنا جايين وحدات حماية للشعب نتيجة الفوضى العارمة اللي بلشت بسوريا بعد أحداث 2010 و2011. تعلمنا دروس عسكرية. طبعا الدروس عسكرية أكثر الرفاق اللي كانوا موجودين كانوا خادمين خدمة علم، فالدروس العسكرية بالنسبة لهم كانت يعني سهلة. طبعا التنظيم بالنسبة لنا نحن كمجتمع بالكامل مو قابلين التنظيم، يعني تنظيم حياتنا يعني نتيجة تراكمات قديمة، فتنظيم حياتنا صعب يعني الانتقال من عهد الفوضى إلى عهد التنظيم بده وقت يعني. هذا الوقت طبعا عم نعاني منه لليوم يعني، تنظيم المجتمع طبعا لليوم نحن عم نعاني من هالقضية هذه. الدورة طبعا مدتها كانت شهرين. بالدورة طبعا أسسنا صداقات وعلاقات، طبعا تعرفنا فيها أكثر على الحركة وعلى الحزب. من خلال الدورة طبعا صار عندنا تفكير، وانتقلنا بتفكير ثاني. بعد خلاص الدورة، طبعا الدورة بالنسبة لنا كنا احنا مفتكرينها ان بداية العمل العسكري يعني، لكن من نهاية العمل العسكري، لكن يبدو أنها كانت بداية العمل العسكري، وهي أحسن وقت يعني كنا وقتها قضيناها. بعدها طبعا بعد الدورة انتقلت طابور قومي ثاني إلى قوات عمودة. طبعا أنا وقتها ساهمت قوات عمودة، أول مركز إلي كان في منطقة العالية بالريف الغربي والشمالي والجنوبي لمنطقة رأس العين. الريف الغربي بالنسبة لتل تمر، والجنوبي بالنسبة لمنطقة رأس العين. طبعا هذا أول بداية الحراك العسكري بالنسبة لي. قضينا في منطقة، طبعا ساهمنا بتحرير هذه المنطقة من الدواعش. بقينا فترة شي 8 أشهر بنفس المكان. تعرضنا لهجومات كثيرة طبعا من منطقة داعش، كانت في عندي بطابوري في إصابات لكن استشهادات ما كان فيه. خلال هالفترة هذه طبعا كان بالنسبة لنا كان تعب كثير. وقتها أنا كنت طبعا يجوز بالثلاث 4 أشهر ما كنت أقدر أنزل حتى يوم على البيت يعني، لأنه كانت المنطقة جبهة ورفاق من تشرين. لكن رغم ذلك
رغم أنه عسكرية وتعب وفي مواجهات عسكرية، طبعا يبدو أنه كنا مرتاحين لأنه حققنا شيء من، طبعا خالفنا إرادتنا بشيء. بالفترة هاي فترة لما أنا كنت بقوات عمودة، ساهمنا بتحرير جبل عبد العزيز، جبل قزوان، طبعا بأكثر من حملة عسكرية، حتى قدرنا نخلص آخر أوكار داعش من جبل عبد العزيز، وانتقلنا إلى جنوب الجبل. طبعا جنوب الجبل، تقدمنا جنوب الجبل كان طبعا مو تقدم كبير على محاذاة الجبل. نحن تقدمنا كان بلشنا نأسس نقاط عسكرية بهذه المنطقة. طبعا هاي المنطقة كانت منطقة صحراوية جدا، فيها معاناة كثيرة. قضينا في وقت صيف، يعني فصل من الصيف كان وقتها قاسي جدا، لأن هي منطقة قبرة، يعني هم بالأساس يسمونها منطقة السلع، يعني منطقة قبرة. يعني كانت طبعا خلال الست أشهر الرؤية شبه معدومة بها المنطقة. خلال هالفترة يعني فترة الست أشهر لبين ما انتقلت إلى قوات رأس العين. طبعا أنا قضيت مع قوات عمودة شي سنة ونص، كنت وقتها طابور قوميتان ومؤسس من المؤسسين لقوات عمودة. يعني رفاق، طبعا نحن حكينا شوي طبعا عن حياتنا ومن البداية لبين. طبعا أنا كملت بعد قوات عمودة، أنا انتقلت إلى قوات رأس العين. شكلت 3 طوابير بمنطقة رأس العين. الحملات اللي أنا طبعا شاركت فيها مجموعة حملات. على أول حملة تحرير ريف تل تمر بالكامل، بعدين تحرير ريف رأس العين الشرقي والغربي والجنوبي، بعدين دخلنا إلى منطقة دير الزور. تحرير ريف الرقة. طبعا أنا انصبت بتحرير ريف الرقة. تمام. طبعا نحن بداية دخولنا بالقوات العسكرية كان تعاملنا مع الرفيقات كان تعامل حذر جدا. طبعا هذا التعامل هو نتيجة تراكمات قديمة وتراكمات ريفية ونظرة غلط طبعا عن المرأة. وطبعا هاي القضايا توضحت لنا الصورة بعد ما دخلنا بالحملات العسكرية. طبعا علاقاتنا مع الرفيقات العسكريات كانت علاقات راقية جدا. يعني طبعا من منظوري الشخصي انه هو انتصار حقيقي، طبعا انتصار حقيقي لإرادة المرأة الحرة في شمال سوريا. طبعا هذا عن دراسة، طبعا عن دراسات وعن بحث. يعني طبعا الرفيقات كان هن المعنويات العالية اللي كانت تدفعنا للمشاركة بكل الحملات. طبعا من الدوافع الرئيسية اللي كانت تدفعنا باتجاه التقدم وباتجاه الانتصارات اللي حققناها طبعا وجود الرفيقة اليبشة. طبعا الملازماتنا، طبعا كان ملازماتنا بالجبهات، بل أحيانا كان متقدمات بالخطوط الأولى. طبعا هذه النظرة اللي قدرنا نتجاوزها من خلال العمل العسكري عن المرأة الشرقية. هاي المرأة اللي قدرانة تعمل شيء بنظر المجتمع إلى مرأة عسكرية بالصفوف الأمامية، أعطانا معنويات عالية جدا. هاي المعنويات طبعا هي اللي ساهمت في جزء كبير
بالانتصارات بالحملة. طبعا الحملات العسكرية كانت فيها معاناة كثيرة. طبعا من المعاناة اللي كنا نعانيها رقم انه الرفاق كانوا يعني متابعينا بأدق التفاصيل، لكن نتيجة الاشتباكات، نتيجة طبعا في مكانات ما كنا نقدر نصلها او ما كانوا يقدرون يصلون ان كنا نعتمد فيها طبعا على الموجود، يعني كنا ندبر حالنا طبعا على الموجود. طبعا عمليات انقاذ الجرحى، عمليات طبعا انتشال احيانا الرفاق الشهداء، المعاناة عن طريق من طريق الأكل، أحيانا المياه الشرب، أحيانا. لكن رغم هذه المعاناة كانت في روح رفاقية عالية جدا. طبعا هذه الروح الرفاقية طبعا أنا أحكيها بتجرد، يعني هاي الروح الرفاقية ما لقيناها قبل. يعني هاي الروح الرفاقية اللي كانت تستشهد المرأة مشان تحمي رفيقها، أو استشهدوا رفاق واستشهدوا رفيقات مشان يحموا رفاقهم. طبعا هاي الأحداث عاصرناها وعشنا معها. طبعا فترة الحملات هي فترة، يعني الحملات اللي شاركت فيها طبعا خلال فترة طويلة، يعني من 2014 لل 2017، يعني 3 سنوات قبل الإصابة. كلها وقتها كنت جبهوي، يعني كلها قضيتها بالعسكرية وبالخطوط الأمامية طبعا. طبعا يعني معركتنا كانت معركة وجود أو عدم وجود. يعني معركتنا يعني ما كانت معركة سهلة بالإمكانيات المتوفرة والموجودة عندنا، رقم تقدم العدو علينا يعني بالإمكانيات العسكرية. لكن الحمد لله طبعا بإرادة الرفاق والرفيقات الموجودات والعمل المستمر قدرنا طبعا ننتصر. مو بس ننتصر على العدو، ننتصر على العالم. يعني تجربتنا كانت تجربة عالمية طبعا. كان العالم كله يراقبنا، العالم يراقب شو راح تعمل وحدات حماية الشعب في ظل الحراك السياسي القوي جدا. يعني هذا الحراك طبعا على مستوى العالم وليس حراك محلي يعني. لكن طبعا مشروعنا كان مشروع مو سهل، لكن إرادتنا كانت قوية. بهذه الإرادة القوية اللي كانت موجودة طبعا بشخصية الرفيق والرفيقة، قدرنا طبعا نذلل كل الصعوبات الموجودة أمامنا يعني، وننتصر فيها الحمد لله. وطبعا راح نكمل هذه الانتصارات إن شاء الله يعني. طبعا أنا تعرضت الإصابة بمنطقة خنيس بالرقة. أنا كنت وقتها مسؤول عن إدارة جبهة الشهيدة زاغرس. طبعا أنا بعد تركي لقوات عمودة شكلت 3 طوابير بقوات راس العين، وتقدمنا باتجاه تحرير الرقة. طبعا نحن كنا بريف الرقة، منطقة اسمها خنيس. طبعا كانت في عندنا حملة اسمها حملة العبارة. نحن وقتها كنا الرفاق فاتحين ثغرة على بعد 10 كيلومتر، متقدمين باتجاه منطقة اسمها العبارة، منطقة الصوامع يعني. طبعا بعد 10-12 يوم من وجودي طبعا أنا بصادرية ببداية القوات، تراجعت على نقطة من نقط الرفاق التابعة لقواتنا يعني. بعد المغرب جيت على هاي النقطة. الساعة 2:30 بالليل دخلوا علينا طبعا على 3 نقاط للقيادة، نقطتي والنافندا والقرقي. طبعا دخلوا انقماسيين 11 انقماسي، دخلوا علي أنا انقماسي فجر حاله عندي بالنقطة. طبعا الساعة 2:30 بالليل قانصين الحرس، قاتلين والحرس على السقف. وطبعا بعد ما قنصوا الحرس بكاتم صوت طبعا حسينا بيهم بعد ما دخلوا على منطقة الساتر، حاصرونا بمنطقة الساتر. أنا وقتها طبعا كنا نتيجة 11-12 يوم كنا في سهر وتعب وحملات وصادرية وشغل ومسؤولية طبعا. فيقوني قالوا لي في النقطة محاصرة وفي إطلاق نار على النقطة. طبعا وقتها قعدنا طبعا
نتيجة عدم خبرة الرفاق اللي كانوا موجودين قبل بالنقطة، ما كانوا فاتحين فتحات نجاة يعني من المكان اللي كنا فيه. طبعا حاولنا نفتح فتحة نجاة لكن العملية كانت سريعة. دخلوا انتحاري انغماسي فجر حاله على بعد شي 1.5 متر عني، كان يحمل بيدونين متفجرات وحزام ناسف. بل طبعا لما انفجر حاله خلال لحظات ارتمى طبعا سقف البناية والبيت كله ارتمى فوقنا. طبعا أنا غبت عن الوعي للحظات يعني مو كثير يعني. كانوا معي شي 8 رفاق. كان معي الشهيد عبد القادر صديقي طبعا من الأصدقاء المقربين. طبعا هذا الرفيق له ذكريات قوية معي. لما كنت بداية دخولي الوحدات العسكرية كنت مطلوب من قبل جبهة النصرة والدواعش طبعا، وهذا الرفيق سهر علي كثير يعني. كنت أنا طالع من البيت يعني ما كنت أقدر أنام بالبيت فترة شي سنة، ما كنت أقدر أقرب على البيت، متخبي بمكانات ثانية لأنه كنت مطلوب من قبل هذه القوات. فهذا الرفيق سهر علي كثير وحرسني كثير طبعا، وهو رفيق طفولة كمان. هذا الرفيق كان رفيق طفولة من الطفولة إلى فترة الشباب إلى فترة العسكرية كنا مع بعض طبعا التحقنا بالقوات العسكرية بالأكاديمية كان معي طبعا. هو كان معاون قائد طابور طبعا، وكان معي بشكل مستمر يعني. طبعا هاي الشخصية الكثير طبعا كل الرفاق الشهداء اللي استشهدوا هم بالنسبة لنا منزلة كبيرة وتركوا أثر كبير بالنسبة لنا، ومنهم أخوي طبعا، أخوي استشهد. لكن هذا الرفيق له ذكريات قوية جدا معي يعني. قنصوه هذا حرس 3 رفاق شهداء استشهدوا معي بنفس الموقع، والرفاق الباقين كلهم كانوا مصابين طبعا أنا ساهمت بإنقاذ طبعا نتيجة الفوضى اللي صارت بالجبهة واختراق داعش لمنطقة الجبهة بذاك الوقت. ساهمت بإنقاذ الرفاق الجرحى طبعا. بقينا تحت الإنقاذ شي 1.5 ساعة لبين ما طبعا بمعاناة طويلة جدا يعني قدرت أطلع يعني أساوي مكان لخروجي من المكان، لأنه كنا متوقعين أنه يعطون قردين للطيران لأنه المنطقة احتلت، بيقصفوا نفس المكان. طبعا أنا ما قدرت المكان بعد ما دخلوا المسعفين طبعا الرفاق الكوادر على المكان، ما قدرت المكان إلا الرفاق الجرحى كلهم طلعوا يعني. ما قبلت أروح أطلع من المكان إلا كل شيء رفيق جريح بالموقع يطلع. وطبعا أنا لما كنت تحت الإنقاذ عرفت الرفاق المستشهدين يعني، رغم أنه الدنيا وأنا عيوني كانت مصابات اثنيناتن، كان ينزل منهن دم العينين تبعي لأنه كان راسي داخل وقتها بالحائط نتيجة الانفجار. الساعة 2:30 بالليل عن طريق انغماسيين دخلوا على أكثر من مكان. أحد المواقع كان موقعي. هذا الموقع طبعا انغماسي فجر حاله بعد ما قتلوا الحرس عن طريق قناص كاتم صوت، ودخلوه على الغرفة اللي أنا كنت فيها. فجر حاله، كان عنده بيدونين متفجرات طبعا وحزام ناسف. على أثر التفجير نزل السقف فوقنا. غبت عن الوعي لمدة دقائق بعد التفجير. بعدها صحيت. طبعا كان الجو المكان أظلم نتيجة وصول السقف. طبعا وصل السقف يعني سنتيمات عن جسمنا. تفقدت الرفاق، كانوا 3 رفاق مستشهدين وقتها، وفي 4 رفاق كانوا مصابين. طبعا أنا كنت مصاب وقتها، ما كنت محدد الإصابة تبعي. جسمي كله فيه شظايا كان، وعيوني كانوا ينزلوا دم. من وقتها العين اليسار ما كنت بشوف بها من وقت الإصابة طبعا، نتيجة كان نسبة الدم كانت تنزل منها كثير يعني. طبعا بقينا بالموقع بعد الانفجار شي 1.5 ساعة.
بعدين تدخلوا الرفاق، سعفونا إلى مشفى ميداني قريب على المكان. تلقينا بعض العلاجات الأولية بالمشفى، بعدين تحاصر المشفى من قبل العدو، فبقينا فترة يعني تجاوزت الساعتين حتى يتم نقلنا إلى الحسكة. يعني خلال الساعتين طبعا الرفاق طلعونا بآليات ثقيلة على الطريق الدولي الاستيراد، وصلونا إلى مشفى الحسكة. مشفى الحسكة طبعا الإصابة الواضحة كانت بالنسبة لي هي إصابة بصرية. يعني طبعا أشرف علي طبيب عينية، سوالي بعض الفحوصات والمعاينات الأولية، بعدين تم نقلي للمشفى العسكري براس العين. بقيت بالمشفى العسكري لمدة 10 أيام براس العين. بعدها طبعا الرفاق نقلوني إلى سليمانية في شمال العراق. بسليمانية عملوا لي مجموعة عمليات. طبعا أوقفوا النزف بالعين المصابة هاي، كانت وقتها انفصال شبكية كامل نتيجة تلون الشبكية بالدم. وطبعا العين الثانية عملوا بها مجموعة عمليات، وصلوا مستوى النظر إلى 5 أو 6%. يعني طبعا أكثر من مرة. بقيت شهر بسليمانية، رجعت بعد فترة كمان الرفاق أخذوني على سليمانية لمتابعة العلاج. بالفترة الأخيرة تعذر وصولنا إلى شمال العراق، أخذوني الرفاق على الشام. وطبعا النظر الآن شبه مستقر بالعين اليمنى. يعني ما قدرنا نحقق نظر أكثر من 5 أو 6% طبعا النظر الموجود. طبعا بالنسبة لي الإصابة والإعاقة هاي ما شكلت لي أي تغير في حياتي، لكن بالعكس بعد الإصابة كملت عملي العسكري وشاركت في حملة تحرير دير الزور طبعا بنفس الوضع بإصاب وأنا مصاب. كملت بحملة دير الزور. طبعا ساهمت بتشكيل مكتب العلاقات العسكرية بدير الزور وبتأسيس المشفى المدني بالكسرة. وطبعا اشتغلنا شغل كثير لمدة 6 أشهر بقيت بدير الزور. بعدها الرفاق قالوا انه القبرة بتأثر على نظرك، رغم انه هاي مخالفة لإرادتي. يعني انا كنت اريد اكمل بالحملة العسكرية، ما اريد ارجع عن الحملة العسكرية. الرفاق جابوني على راس العين، وقفت على مكتب العلاقات العسكرية براس العين لوقت ما صار دخول المرتزقة إلى منطقة راس العين. بعدها طبعا وقفت على مكتب العلاقات العسكرية بالدرباسية وعامودة، ولبقيت تم نقلي على بيت الغازية بالفترة الأخيرة. طبعا طبعا كل رفاق الجرحى، يعني كل الرفاق الجرحى اللي وصلوا إلى مرحلة من اليأس، طبعا هذا صوتي لازم يكون مثلا يسمعونه أو يوصلوا له، إنه هاي الإعاقات ما بيصير تشكل بالنسبة لحالة الجرحى أو حالة المصابين حالة من اليأس. يجب أن تكون هذه الإعاقات هي إرادة لكي يتجاوز المصاب الحالة الموجود فيها. أنا الآن مصاب وأنا مقررين علي الأطباء طبعا عملية فتح صدر مشان القلب يعني، وفي عندي إعاقة نظرية. بسوق السيارة، طبعا الناس كلها بتقول شنو بسوق السيارة، أنا بسوق السيارة بالإرادة طبعا، وأمارس أعمال مدنية وأعمال عسكرية. يعني أمارس علاقات عسكرية وأمارس كل النشاطات، محاضر بالأكاديميات العسكرية طبعا. طبعا متحدي الإعاقة تبعي تحدي يعني، ومنتصر عليها يعني. طبعا أنا كل الرفاق المصابين بدنا إياهم يشتغلوا نفس الشغل، وتكون إرادتهم قوية يتحدوا هذه الإعاقة وهذه الإصابة. ما بتشكل بالنسبة لهم حالات نفسية منهارة. طبعا قسم من رفاقنا حالاتهم النفسية كانت منهارة كثير. لازم هاي الإعاقات ما بتوقف عائق قدامهم، لأنه في ناس طبعا نحن هذا الثمن دفعناه. طبعا هذا الثمن دفعناه مشان حرية الناس، مشان حرية المجتمع. وطبعا هذا الثمن ما احنا متندمين عليه، ويعني عندنا استعداد نقدم يعني ايش ينطلب منا مرة ثانية مشان الشعب، طبعا مشان الناس، بعيدا عن التداعيات السياسية. يعني التداعيات السياسية والنظرات السياسية، لكن نحن يهمنا شعبنا، يهمنا ناسنا،
يهمنا هذا المجتمع يعيش بأمان. وطبعا نحن قدمنا هاي الأشياء مشان المجتمع. طبعا الحرية في لها ثمن. كل الشعوب اللي خاضت معارك مشان الحرية في لها ثمن. طبعا نحن شعارنا قرار وإرادة حرة مبنية على ما قدمه القائد من كتاب الأمة الديمقراطية، التي أصبحت الآن مدرسة تدرس في كل العالم وفي كل مدارس الحرية بالعالم. هذا الكتاب هو كتاب الأمة الديمقراطية اللي قدمه القائد من سجون، طبعا من السجون التركية. طبعا شعارنا دائما أنه نكون طبعا دعاة حرية، دعاة عدل، دعاة مساواة. وطبعا منطقة الشرق الأوسط بالكامل تدين بالفضل للقائد بما قدمه من فكر حر وفكر ديمقراطي حقيقي، مبني عن تجربة ديمقراطية، مبني عن تجربة نضال طويل. طبعا نحن نطالب العالم بالكامل وكل المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية بالعالم طبعا بالضغط على الحكومة التركية للإفراج عن القائد. طبعا هاي العملية التعسفية اللي حصلت على القائد، نحن كشعب وكل الحقوقيين والمناضلين في العالم يرفضون ذلك. طبعا نحن شعارنا دائما الحرية للقائد.